الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي، نضرب حبه زوج بلا منفيق، مقروط الكوشه المعسل المبسس، سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم، الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند، سهله مهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنا نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط، مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح، قسم غرف كبيره تاع السكر، خلطت كلش ونحطهم بجاه ونروحوا ندوبوا ليدان في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن، واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه، وزدت عليهم غرف كبيره تاع المارغرين، نحطهم يذوبوا فوق النار، خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق، خلوا غير شويه، كملوها زيت حتى وين تفيض. هنا نحي كامل اللي دام يقعدوا في الكيله، ونجي مبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحك. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم، ما تغطوش بطاشونه، ونخليه. انا خليته يريح 3 سوايع، تقدروا تخلوه ميم يبات ليله كامله. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره، شويه تاع القرفه، ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري، ونحطوه بجاه. ونروح نجيب الدقيق تاعي، ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2، شمخت الكميه الاولى، شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا العجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودوا نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي، عاود فتحتها غير بصبعتيه، ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. لاباط تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني، ما تكتروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج، مقروط بريستيج. نسي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوه يلصق معاكم شويه، ادهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في سينما وندخلوا يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيله اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون، نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه، ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح داك العسل. التزيين يكون اختياري، انا درتو هكذا تاع عيد تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها، بزاف سهله وبصحتكم.